في الاهلي يتمسك بحسين الشحات ما يمشوش. لازم حسين كمان من نوعيه تلعبه هوب ليفت شغال، تلعبه 10 حسين تحس ان هو نازل من الثالثه شمال بيلعب، عنده شخصيه الاهلي. انا بقول لك نازل من الثالثه شمال بيلعب مع الفريق، هو الراجل ما انا بقول لك يا رشيدي هو عنده هويه الاهلي، عنده شخصيه الأهلي. دي اللي اكتسبها حسين. حسين ممكن يمشي برضه، وارد، بس انا بكلمك ان انت في لعيبه كده انا ما ينفعش استغنى عنها، لان هي مهمه في اوضه اللبس قبل ما تكون مهمه في الملعب. ليهم دور بشكل كبير جدا حتى في خارج الملعب، فبيجي عليك اكتر من لعيب صفقات جديده ما بتقدرش تثبت نفسها، ممكن ما يبقاش قادر على التيشيرت الاهلي. الله ينور عليك، التيشيرت تقيل عليه. فلو انت ما عندكش لعيبه تقدر تدخله بشكل كويس زي ما حصل معايا انا اول ما دخلت الاهلي، لعيبه كبيره دخلتني الاوضه بسرعه، انا ما حسيتش ان انا لسه اول مره العب، اول مره ابقى وسطهم. فده بيوفر على اللعيبه اللي جايه ان هي تخش بشكل كويس. يعني انت شايف الاهلي يتمسك بحسين الشحات ما يمشوش؟ لازم لان انت ما ينفعش تفتقد رامي ربيعه وما تفتقدش السوليه عبد المنعم واديانج هيمشي وتفتقد عبد المنعم وعبد القادر مشي وكهربا مشي. اللعيبه دي هي جابت لك بطولات. بقول لك اللعيبه دي اكتسبت شخصيه الاهلي. في بعض اللعيبه دلوقتي تكتسب شخصيه الاهلي، بس لازم يبقى معاها ناس من العناصر اللي هي لعبت قبل كده، جابت بطولات الاهلي قبل كده.